بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم. نتمنى ان شاء الله يلقاكم الفيديو تاعي هذا باحسن حاله. انا راني الحمد لله رب العالمين. كالعاده والعوايد قبل ما نبدا الفيديو تاعي نحب نرحب كامل المشتركين الجدد اللي دخلوا معايا، نقول لهم اهلا وسهلا. نورتوني داركم. اللي قدوم راكم على العين والراس وكامل راكم على العين والراس. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم القناه وتستفادوا منها ولو بشيء القليل. وكما ديما نقول لكم راهي القناه افتتحتها صدقه جاريه على امي، الله يرحمها ويرحم جميع الموتى ويحفظ كل ام على قيد الحياه. نتمنى ان شاء الله اي وحده تهز وصفه ولا المبتدئات، يعني انا خصصتها يعني للمبتدئات. نقول لكم جزاكم الله كل خير، ديروا لامي بالرحمه، هذا ما نطلب منكم. وديروا جيم بحيث الفيديو شوفوا اعلى نسبه من المشاهدين، واللي مازال ما التحقتش نقول لك التحقي حبيبتي وانضمي لعائلتنا وان شاء الله تعجبكم القناه. من غير اطاله، شوفوا اليوم الوصفه تاعنا كسره محشيه، تجي روعه ما شاء الله، سهله مهله يعني توجد بالخف. وشوفوا الله يبارك تجي وتقول عليها كاطو ماهيش كسره. ولي ولادهم ما يحبوش البصل وسمو، كلحوهم برك هكذا، ديروهم لهم فرديين وهكذا يعجبوهم كي يعودوا مفرمجين وسمو. المهم من غير اطاله نروحوا مع بعضنا ونشوفوا المقادير تاع هذه الوصفه واش فيها، سهله مهله. نروحوا نبداو على بركه الله ونقولوا بسم الله. اول حاجه تبداو بها خدموا البصل تاعكم، تشكشوكه تاعكم هذه. شوفوا واش عندنا حبيت بصل، نتوما على حساب افراد الاسره، انا يعني مانيش راح ندير بزاف، درت غير هذه الكميه على قد افراد الاسره تاعي. شوفوا اللي ما عندهاش هذه الاله نقول لك اشريها حبيبتي، راهي تنحي جده تصخف ما شاء الله. غير دوره ولا زوج وانتم رايحين البصل تاعكم كيما يحب خاطركم، تحبوه غشين ولا رقيق انتم اللي تتحكموا فيه. شوفوا قطعت البصل تاعي هكذا كيما راكم تشوفوا، الصوره توضح. ونرحي البصل تاعي كيما يحب خاطري، انا حابه نديرو شويه رقيق مش خشين بزاف ومش رقيق متوسط برك. هاي الصوره توضح، شتو رمشة من العين وهي رحيت لكم. الله يبارك البصل تاعكم. نرحي كامل البصل تاعي هذاك، نحطو فيه مقله وندير له شويه زيت. نتوما اول حاجه تبداو بها روحوا بداو بالبصل تاعكم باش تخليوه كيما نقولوا يبرد لكم مليح. درت شويه زيت، نروح نحطه فوق النار. النار اكيد ما مش رفيع ومش زايد، نديروه غير في فوق الرفيع شوي برك، كيما نقولوا فوق الذليله شوي. وان شاء الله كل وحده مبتدئه تفهم عليا. شوفوا نحط هذاك البصل تاعي كيما راكم تشوفوا، نخليه هكذا مره على مره نروح نحركو، مره على مره نروح نحركو، اكيد نغطيه باه يزيد يتذبل معنا مليح. شوفوا هاني غطيته خليته، دوك مره على مره نجي نحركو، مره على مره نجي نحركو حتى يتذبل لي مليح. اني ما درتش الملح، نتابعوا لهذه النقطه. ولا هنا بعد ما تذبل لي شوفوا في الحواف اكيد راح يكون شغل يتكرمل. لهنا نضيف له شوي ملح، هاي الصوره توضح، ونزيد نغطيه ونخليه يكمل يتذبل مليح. هاي الصورة توضح. لهنا بعد ما تذبل لي، اذا كان عندكم لحم مفروم ولا صدر دجاج مرحي تحبوا تضيفوه ضيفوه في هذه المرحله. شوفوا كيف ما هديروا، جبدوا البصل تاعكم هكذا شويه، دوك تشوفوا ديروا كيما نقولوا حفره في النص هكذا، وحطوا كميه برك شويه مش بزاف لحم مفروم ولا بولي اشي، ودقدقوه حتى يطيب مره، ومن بعد وليو خلطوه مع البصل هذاك. ولا كان حبيتو تكتفيو بها كيما راهي هكذا، انا درتها سمبولي وجات تهبل ما شاء الله، خليوها. لهنا التوابل عندي بابريكا حمراء، فلفل اسود، كركم، وملعقه طماطم مصبره، وشو ملعقه السكر الدور تاعو يقطعنا الحماضه تاع الطماطم. وجينا البصل تاعنا بنين ما شاء الله. نكب هذوك التوابل مع بعضهم ونخلط مليح، ونخليها واحد 5 دقائق برك ونطفي عليها. وهي واجده الصلصه تاعنا، تجي روعه ما شاء الله. هذه الحشوه بنينه هايله. كي قلت لكم 5 دقائق والله، وطفيوا عليها خليوها تبرد تماما. شفتوا لا قلت لكم انا بداو بالحشوه هي الاولى. ونروحوا دوكا نوليو العجينه تاعنا. العجين تاعنا شوفوا الكميه اللي راح ندير، انا راح نخدم بالكاس. درت كاس سميد او بومبي، خي شفتوه بومبي سميد رفيع، يعني مش هذاك المتوسط ومش هذاك الخشين، يكون رقيق نوعا ما. نزيدو نديرو كيلة فرينه،
دوك لهنا نتوما على حساب افراد الاسره تاعكم. انا خدمت بهذا الكاس، هذا الكاس مش تاع ام وليد لي شوي اكثر منه، اكتفيت به يعني قد افراد الاسره تاعي. درت كيله سميد رقيق وكيله فرينه وواحده خميره كيميائيه. هذه الخميره راح تخلي لنا الكسره تاعنا تجي هشيشه تهبل وتكون عليها كاطو. ونزيدوا 2 ملاعق تاع القهوه الصغار هذوك سكر ثاني راح يخلي لنا الكسره تاعنا طيب حمراء تهبل ما شاء الله. نخلطوا النواشف تاعنا. والمعذره على صوتي راني مازلت شوي مريضه، وانما قلت ولا غنحط لهم الوصفات يحتاجوهم. كاين اللي وليداتهم ما يحبوش ياكلوا لهم الحوايج هذو، ديروا لهم هذا الحيل شويه هكذا تكلحوهم باه ياكلوهم لكم. المهم شوفوا جبت النواشف بجهه وزدرت ملعقه تاع ملح. انا هنا راني ندير الملح على حساب السميد والفرينه تاعي اللي درتهم. نتوما الملح ملحوه على حساب السميد والفرينه ثاني تاعكم اللي درتوهم. درنا كاس سميد كاس فرينه 2 ملاعق سكر صغار تاع القهوه وواحده خميره كيميائيه وملعقه ملح، ونديرو ربع كاس زيت. هذا الكاس راهو من تحت رقيق ومن الفوق عريض، عليها راه يبان لكم راني درت نص، هو راني درت ربع. المهم ما ديروش الزيت بزاف باش ما تجيكمش مبسه حتى تولي تدقدق لكم في كي تعودوا طيبوا فيها. انتبهوا هذا النقطه راني وضحتها للمبتدئات، خاطر احنا كنا مبتدئات وغلطنا الغلطات هذو، باش ما تغلطوش نتوما هذا الغلطات. شوفوا المرحله هذه مهمه، الزيت والملح والماء خلطوهم مع بعضهم كما راكم تشوفوا. شتو الخليط كي تخلطوا الزيت مع الماء يولي شغل اللون تاعو ابيض، شغل راح يولي كي الحليب. كي تخلطوا هكذاك ثم وليو لموا مع السميد، لموا هذاك الخليط تاع الماء والزيت مع السميد. هذه ثاني نقطه مهمه باش تجيكم مقرمشه وتجي كي الكاطو. لميت انايا العجين تاعي قعدت نضيف في الماء. دوك ما نقدرش نعطيكم كميه الماء على خاطر على حساب العجين تاعكم. كاين السميد راهو صايلو كي الفرينه، كاين اللي يتشرب وكاين اللي ما يتشربش. المهم بقاو ضيفوا في الماء بشويه بشويه حتى تتحصلوا على العجينه طريه كما راه موضح في الصوره. بقيت نضيف في الماء ونعجن فيها، عجنتها واحد 5 دقائق برك مش بزاف. هاي الصورة توضح. بعد ما عجنتها واحد 5 دقائق هاي كيفاه ولات لي. وليت قسمتها، انا درت 5 كرات صغيرين لانه راح نديرهم فرديين، مش حنديرهم يعني واحده كسره كبيره، حنديرهم فرديين هكذا خير يجيو كي السوفلي. ومام الولاد قلت لكم تكلحوهم بهذه الطريقه تعجبهم، كي تعطيو لهم هكذا كل واحد وحده وذاك تجيهم مليحه وياكلوها. شوفوا لهنا عمدا خليت هذا المقطع لاجل المبتدئات. شوفوا كيفاه تلوزوا الكرات تاعكم، لازم تخليو لهمش الحويشي هذوك تاعهم محورش، لموهم مليح حتى يرطبوا. شوفوا نزيد نكملهم هكذا، نحطهم بجيه نغطي عليهم، ومن بعد نولي نشكل طول، يعني ما تخليوهمش يستراحوا ولا طول من تكوروهم هكذا ابداو شكلوه. يقلبوا عليهم برك السرفيطه باه مي كيما نقولوا ما يديرولكمش هذيك القشره اللي من الفوق. رانا في زمان الصيف السخانه، انتبهوا لهذه النقطه. غطيوا الكرات تاعكم مليح هكذا. ونجيب دوكا هاي الصلصه تاعي بعد ما بردت. الحشوه عندي لهنا فرماج مكعبات وعندي فرماج هابي، راح نستعملهم في زوج. ونجيب لهنا نستعين بالورق تاع الطهي ونكسر العجينه تاعي. دوك تشوفوا السمك ما نديروهش خشين وما نديروهش رقيق، نديروه مليح برك على خاطر من بعد يزيدوا يتنفخوا شويه. انا درنا لهم واحده خميره. هاي الصوره توضح. لهنا استعينوا بورق الطهي المبتدئات باش تجيكم الخدمه سهله ومفينيه. هاني بعد ما كسلت العجينه تاعي نولي هاو السمك تاعها، نولي نحط الحشوه تاعي في النص كيما راه موضح في الصوره. نسويها وما نلحقش كيما نقولوا للحاف، على خاطر الحواف دوك نوليو نقلبوا العجينه هكذا نلصقوهم في بعضها. دوك الصوره راهي توضح خير من الشرح. لهنا قطعت فرماج مكعبات، انا يعني فرمجتهم جو ما شاء الله. وكما تقدروا ثاني ديروا لولادهم وهما ما يحبوش البصل، ديروا
طول وديروا فوقو فرماج عادي تصلح. وزدت برشت شويه فرماج، انا درت قوده يهبل ما شاء الله. هذاك اللي الغلاف تاعو اصفر او يتباع بالميزان. شوفوا لهنا نقلب العجينه تاعي وبواسطه الشوكه ندير في الحواف هكذا نلصقها في بعضها ونحيو هذاك الزائد. اي تجي ساهله ماهله. نروح نحطها مني. لهنا درت هذا الليموجي على خاطر ما تولهتش ولقيت روحي مبان بزاف، وقلت نعاود لهم واحده اخرى للمبتدئات باش يتعلموا مليح. المعذره لاني درت هذا الليموجي باش غطيت به روحي برك. شوفوا زدت كسلت العجينه تاعي، راني عاودت المقطع للمبتدئات باش يفهموا عليا مليح. حطيت الحشوه تاعي وزدت قطعت الفرماج ونزيد نرابي فرماج من الفوق ثاني ونقلب العجينه تاعي وندير نفس الكره كما درت في المرحله الاولى. نضغطوا شويه خفيفي برك نخرجوا الهواء باش نسكروها في الحواف. هاي الصوره توضح. زيد الناحيه داك الزائد منا ومنا. وهذو هما الوحدات تاعنا راهم واجدين. كي تكملوهم مره هكذا كساعه يكون اكيد كراكم حاطين الطاجين تاعكم يسخن، خليوه يسخن مليح ونقصوا له الغاز، ما تزيدوش بزاف النار باه ما يتحرقوا لكمش ويطيبوا حميمرين ما شاء الله. لهنا راني كنت حاطه النار الطاجين تاعي على النار يسخن. شوفوا هاكم تهزوها بكل اريحيه. واللي ما تعرفش تهز هكذا بيضه هزي كيما راه ورق الطهي وحطيه طول فوق الطاجين تاعك، ومن بعد كي طيب لك من تحت عاودي اقلبيها بورق الطهي. هاني حطيتهم. نزيد نحط واحده اخرى. لهنا راني ثاني عمدا خليت للمبتدئات باش تشوفوا ما تخافوا ما تهابوا، سميوا الله كيما ديما نقول لكم وحطوها عادي ما تخافوش منها. النار يعني هاديه مش راح نتحرقوا. وكما قلت لكم لي تخاف تخلي ورق الطهي تحطها طول بها بورق الطهي تاعها ومن بعد تقلبها بورق الطهي. تجيها سهله مهله. هاني قلبتها على الجنب الاخر. نطيبها على الجهتين ونزيدو نطيبوا لها منها من تحت. شوفوا اقلبوها هكذا برك وقفوا توقف عادي. نزيدو نحمروهم. والكسره تاعنا راهي واجده تجي قلت لكم هايله ما شاء الله. بقاو ضغطوا خفيف برك ما تضغطوش بزاف يا بنات باه تطيب لكم حمراء مليح. قلت لكم تجي روعه ما شاء الله. لي ولادهم ما يحبوش هذا الاكلات تكلحوهم هكذا برك ديروهم لهم فرديين، ديروهم على شكل سوفلي يروح بالهم باللي هذا سوفلي ياكلوهم لكم. وفرمجوهم اكيد دير لهم شويه فرماج باش يجيو ملاح. شوفوا الله يبارك كيف ماش طابوا لنا. هذا الكسره كي تبرد تزيد تولي بنينه اكثر واكثر، يعني كي تقعد صابحه ما عنده ما راح يصرى لها كلوها عادي. المهم هذه هي وصفتنا لنهار اليوم. كسره محشيه على شكل سوفلي. ان شاء الله تنال اعجابكم الوصفه وتعتمدوها. ما تنسونيش جيم كومونتير بارطاجيو لي القناه تطلع شويه. وجزاكم الله كل خير. ترحموا على امي الله يرحمها. والى اللقاء في وصفات اخرى. صحن التقديم اللي شفناه في البدايه ما عندي ما نقول لكم جات مفرمجه طريه. هاي الصوره توضح خير من الشرح. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الى اللقاء في وصفات اخرى. احبكم في الله وفرجه ممتعه.